لقاء الاهلي والمقصه واحده من الصدمات القويه في المرحله رقم 13. فارس الموسم نادي المقصه ابناء الفيوم امام المتصدر صاحب ال 32 نقطه في مواجهه تستحق المشاهده النهارده من اجل قمه الدوري في المرحله رقم 13. حسام البدري امام ايهاب جلال في مواجهه فنيه من نوع خاص. لاعبي شبيكو ينسي لاعبي الفريق البرازيلي اللي راحوا اثر الحادث الاليم وهم بيتوجهوا لنهائي بطوله كبرى. شفنا الفريق اللي كان بيستضيفهم حضر الجمهور في الملعب بالكامل كأن المباراة هتتلعب. وطبعا جمهور النادي الاهلي امام فريق قوي بقيمة وحجم المقصة هذا الموسم اللي ايهاب جلال اداهم شكل بالتوليفة اللي معاه. ابراهيم نور الدين صفارة البداية، الاهلي على شمالنا بالتشكيلة اللي بدأنا بيها، ونادي المقصة بالقميص الاخضر اللي بيلعب بيه بداية من ظهوره في الدوري. يطلع على طول امامية النهارده احمد فتحي في نفس مكانه بنفس الطريقة الفنية في اخر المواجهات امام الشرقية. الناحية الثانية رجع احمد سامي قلب الدفاع اللي قطع الكرة قدامنا، كان غايب في لقاء نادي الاتحاد موقوف احمد سامي، ورجع النهارده هو واحد من اصحاب الخبرات، كان هو اللي سجل على فكرة هدف فريق الوحيد بعد احمد الشيخ في القايمة. تتلعب عالية انما بره الملعب مع اول دقيقة ونص فوق عرضة شريف اكرامي مرتين الى احمد فتحي، من فتحي لمحمد هاني طالع وزايد، خد مسافة كويسة لغاية ما وصل لوليد سليمان على الارض تاني لعبد الله. هو ده العمل الجماعي اللي بتكلم عليه. هاني عرضية خطيرة اول جملة، وهنشوف ابراهيم نور الدين يدي ركلة جزاء، ركلة جزاء للنادي الاهلي بعد الجملة اللي عملوها في الدقيقة 20. وقلت الاهلي ما ظهرش انما 7-8 تمريرات في منتهى الجمال والروعة، وهنشوف ابراهيم نور الدين مد قراره. انما بص محمد هاني هو اللي عمل الشغل يا ولد يا لعيب. ادي اللعبة وادي القرار ابراهيم نور الدين، هنشوفها مرة تانية وتالتة. انما ادى ركلة جزاء وبيعترض حسين الشحات. ادي هشام وادي العرضية وادي التدخل عبد الله السعيد وهشام محمد اللي جاي من وراه. وقريب ابراهيم نور الدين ايه كان معاهم جوه الكوره جوه اللعبه، هو اقرب، هو اللي واخد قراره. ولسه مودي وهاني سعيد بيتكلموا مع ابراهيم نور الدين. نتكلم على التحكيم الناس تزعل، نتكلم على القرارات الجماهير تزعل. ادي اللعبه وادي هشام وادي عبد الله السعيد وادي التدخل وادي ركله الجزاء. ركله جزاء هيتكلم عليها نجومنا في الاستوديو التحليلي الكابتن فتحي مبروك والكابتن علاء ميهوب مع الاعلامي تامر صقر. وضرب جزاء لصالح عبد الله السعيد مع الدقيقه 21. اخر لاعب سجل من النادي الاهلي كان عمرو جمال الموسم اللي فات. وليد سيمان واقع على الارض. وهنشوف الحوار اللي بين عبد الله السعيد الاهلي اللي حضر باول هجمه حرك فيها الكره بشكل ايجابي باكتر من 5-6 تمريرات من وسط ملعبه لو شفناها من البدايه. ادي اللعبه وادي التدخل ادي الكره بتاعت وليد سليمان، يعني ركله الجزاء وليد سليمان بان لان عبد الله كان رايح وهشام محمد لسه جاي جنبه، انما القرار موجود وابراهيم نور الدين شايف الكوره. وشفنا الاعاده بتاعت وليد سليمان والتدخل وادي ركله الجزاء عبد الله ومسعود. جول جول جول، هدف اول للنادي الاهلي عبد الله السعيد بعد 22 دقيقه. الاهلي يتقدم رغم ان ما كانش فيه تواجد هجومي بكثافه او هجمات شرسه متتاليه على دفاعات المقصه. مرتين راحوا بتمريرات اماميه طوليه وغاب الاداء الجماعي لغايه اللعبه اللي وصلوها كويس قوي لمحمد هاني اللي ليه 50% من الجول او ركله الجزاء بعد ما راح وطلع يقدم خدماته الهجوميه. بتكلم على محمد هاني الباك اليمين. وفرحه حسام البدري مباراه النهارده ب6 نقاط، التاني اللي جاي وراه على طول بعد الدايره اول ما توصل للمدافعين هم اللي بيحلوا المشاكل. هشام محمد تمريره حلوه خطيره يا وضع الترقيصه، ايه يا ابني الترقيصه دي خطيره تاني، انما اكرامي يمسكها. احمد الشيخ هجمه في منتهى الجمال للمقصه. انما حسين الشحات بقول لحضراتكم مدافع بقدرات فروت خطير. بص الترقيصه مش ممكن، ترقيصه ايه عاوزه ايه، عاوزه مخدر للقلم. علي معلول خد واحده على الارض كده في منتهى الجمال احمد الشيخ، انما اكرامي واقف كويس وحطها له سهل احمد الشيخ. اول فقره هجوميه مؤثره في الثلث ساعه اللي فاتت للاعيبه المقصه اللي بداوا هم كمان يضغطوا وينسحب لعيبه الاحمر على 18 اكرامي. حسين الشحات يحركها تاني، عرضيه في منتهى الخطوره، تمركز من حجازي، لقاء حلاو، بدا يبقى فيه سرعه
في رتم الهجمه للفريق الفيومي. دلوقتي وليد سليمان، عبد الله السعيد، اجاييه مش بكامل قدرتهم في صناعه الهجمات. محمود وحيد حلوه يمشيها، العرضيه على القايم القريب في منتهى الخطوره، انما تيجي كده في الشبكه من بره. وادي مودي اللي بيتقدم بيجي من الخلف للامام، شفناه النهارده برضو من الحتت اللي لعب عليها ايهاب جلال، ان الراجل ده بيفضله مساحات ويطلع وهو اللي يبدا هجماته، كأن بيزيد من الجبهه الشمال مودي. وقلت لعب النهارده بثلاثه، ادي الكره اللي عملها. هل هي لمسه يد من اول مره؟ يعني المخرج جاب لنا 3 مشاهد، شفنا اللعبه بعرضيه وكان محمود وحيد هو اول واحد قابل الكوره، وبعدين تدخل وليد سليمان، وبعدين عبد الله السعيد. اختاروا مشهد من الثلاثه لضربه الجزاء. هنركز على لعبه واحده، انما هشام محمد ياخدها بوش رجله حلوه لاحمد الشيخ من بره المنطقه، عاوز يسدد جامده انما بعيده، حاول فيها بالابتكار الفرد احمد الشيخ بعد ما لقى الدنيا بتتأزم ومش قادرين يكملوا عند نانا بوكو. ايريك تراوري قال لك اخلص انا بالتسديد، عنده هو المهاره دي، انما جسمه ما كانش معدول. غير تقليديه للفراوده في المناطق الاماميه. ملعوبه كره تاني عند مودي، تسديده من بعيد انما يرضتين بره مرمى شريف اكرامي الى خارج الملعب. ادي مودي تحرر النهارده. فين عماد متعب وفين ايامه؟ كان بينيم المدافعين من المغرب. عماد متعب ده حاجه تفرح. اللعيبه الكبيره مفيش مشكله تقعد على الدكه وتنزل، الراجل ما بيتكلمش. لعيب يبقى تاريخه واهدافه مع النادي الاهلي. تتلعب الكره اماميه تاني، صفاره ابراهيم نور الدين الحكم الدولي مع نهايه الشوط الاول. معانا المين وضد مين؟ هشام محمد ينقل نفسه ويلعب عرضيه قدام المنطقه الى نانا بوكو. ايريك خطير يا ولد يا اكرامي، لسه الخطوره خطيره انما بجوار القايم نانا بوكو. هجمه شرسه افريقيه، اول مره ايريك تراوري نانا بوكو بيهددوا دفاعاته مرمى اكرامي مع الدقيقه الثالثه. بص شوف ادي ايريك عملها في الزاويه البعيده، برافو يا ولد يا اكرامي، طالع وقافل الخطوتين 3 قفلوا له الجون كويس قوي. المتابعه موجوده من نانا بوكو انما تقلش من على رجله ويضيع فرصه اولى للتعديل مع انطلاق الشوط الثاني. الشوط الثاني هيختلف تماما، تترجم الحال الهجومي النهارده لتشكيله حسام البدري. عبد الله السعيد جوه ال 18، الدفاع الفيومي يطلع اماميه عند حسام عاشور لعلي معلول. 8 9 لعيبه قدام ال 18 واقفين. تمريره سعد سمير انما رايه، سعد سمير رايه كان طالع هو وحجازي يلعبوا بدماغهم واللي اتمكنوا عبد الحميد سامي، وبدا بيه النهارده احمد سامي. هو اللعيب الوحيد في الملعب على فكره اللي سجل في لقاءات الفريقين في ال8 مواجهات اللي فاتوا. تتلعب الكرة عالية، طالع مسعود غلط المرة دي، خطيرة. سعد سمير هو اللي بيطلع، سعد كأنه مدافع مش ممكن. اللي فاتت خروج خاطئ من مسعود، وسعد سمير اللي رفض الهدية اللي جات له كان ممكن يتصرف افضل من كده. واحنا بنقول تاريخه التهديفي الموسم اللي فات. تتلعب عرضية تاني، اجاييه داخل الصندوق انما معاه مش سايبه محمود وحيد. تسديدة عالية سعد سمير للمرة الثانية، كان ليه السيطرة موجودة في مناطق وسط الملعب. ادي احمد مسعود هتعمل مشكلة خطيرة. احمد مسعود مش ممكن لسه فائد تركيزه من الخروج الخاطئ في اللعبة اللي كانت من دقيقة تقريبا، وبيرقص في مكان صعب قوي من لعيبة نادي المقاصة، انما الاخطاء موجودة مش قادرين يستغلوها لغايه دلوقتي. ادي عبد الله خطيره حلوه فوقتنا اللي فاتت دي. مروان بقى الشغل اللي كان بيعمله مع النادي الاسماعيلي بنفس الحال وبنفس الشكل. العرضيه اللي فاتت من عبد الله السعيد ونزل لها الراجل. بص شوف مروان بيعمل ايه، لو جت جون كان هيبقى هدف في منتهى الجمال وكانت هتبقى احلى الجمل للاهلاويه في مواجهه النهارده. انما عبد الله السعيد شايف ال 18 قايس المسافه ومنشن على مروان اللي حطها بدماغه منتهى الروعه بجوار القايم. لسه الاهلي بيهاجم، مفيش رايه. مروان خطير هيعمل ايه؟ ده اسمه كلام يا مروان. مش ممكن، مش هتجيلك الفرص السهله دي في لقاء صعب. لقاء النهارده بقول لحضراتكم قمه اليمين. لا اللقاء حلو، هجمه هنا وهجمه هنا، الرغبه موجوده الهجوميه للفريق الفيومي وللنادي الاهلي. يلعبها عاليه خطيره، مستنيها ايريك. الفكره حلوه مش ممكن اللي فاتت، مستنيها ايريك عشان تنزل قدامه كده انما بوش رجله بره الى خارج الملعب. حلوه العرضيه، جبهه حسين شحات هي اللي بتعمل الخطوره، هي الجبهه اللي تديك التاثير. وادي الراجل اللي مستني الكوره وتسقط ورا المدافعين وكان هيكلف
التمركز الدفاعي الخطأ، محمد هاني اللي موجود في مكان كويس انما ما غطاش وساب الراجل اتحرك براحته، وفي مساحه يجي 2 متر ثبت فيها الكوره لخارج الملعب. يبقى الربع ساعه اللي فاتت الاهلي هدد القرار الهجومي من تحت، بتلاقي 7 8 لعيبه، برضه احمد مسعود يخرج غلط، وهيتكلم معاه دلوقتي احمد سامي اللي اتعامل واحد من نجوم ال 17 دقيقه اللي احنا لعبناهم. احمد سامي قلبي لهشام محمد قدامه السكه فاضيه، ممكن يمشي مساحه كويسه انما يسدد مسافه بعيده بره الملعب الى ضربه مرمى. بره هشام محمد هيرجع تاني، كان واحد من لاعبي النادي الاهلي هشام محمد لغايه فريق الشباب وطلع الفريق الاول فتره. ادي الهجمه الخطيره اللي في النهارده الاهلي كان عامل 1000 حساب للمقصه، وده اللي اثر على ادائهم في الشوط الاول. والمقصه بيلعبوا بثقه كبيره، بقول لحضراتكم فريق فضل 8 اسابيع انتصارات متتاليه حتى التعادل امام الاتحاد. عبد الله مروان هيعمل ايه؟ مروان يسيبها لمعلول. معلول يا راجل، معلول الكلام ده مش ممكن. اللي فاتت الهجمات بقت اخطر، بيوصل النادي الاهلي لمساحات مهمه عند 18 مسعود، انما النهايات مش بالشكل المطلوب عشان يقدروا يزودوا النتيجه. انما شوف الولد عبد الله السعيد، يا سلام يا عبد الله، تمريرات عبد الله السعيد هو ده صانع اللعب اللي بقول لحضراتكم يخدم المنطقه الهجوميه. اول ما يوصل زمايله لازم يسجلوا. لمسات عبد الله السعيد سواء النهارده في الجمله الجماعيه اللي عملوها في الشوط الاول واستفادوا من ركله الجزاء مع وليد سليمان ومحمد هاني، ترقيصه وكوبري على الماشي في وسط الملعب من ايريك تراوري واحنا بنتكلم على عبد الله. ادي اجاييه يستلم وجاي من الجبهه الشمال عاوز يحطها لعبد الله تاني، انما ياخدها هشام محمد اللي عامل مجهود كبير قوي. هشام محمد واحد من نجوم المباراه على فكره، لو حطينا 3 4 لعيبه من هنا ومن هنا. وليد سليمان، وليد خطير انما بجوار القايم. وليد سليمان، وليد الفنان انما بجوار القايم. محاوله هجوميه من الابتكار الفردي، وقلنا الحلول غير التقليديه هي اللي تقدر تخلص لك الوقت اللي جاي سواء تسديد او مهاره اللعيبه. شفنا عبد الله السعيد بلمسه وصل كويس زمايله داخل الصندوق، وادي اللعبه اللي يا دوبك يرضتين بجوار القايم لمرمى احمد مسعود. بيعترف من عند محمد هاني بنفس حال الشوط الاول، ياخدها ايريك تراوري. ايريك من بره منطقه الجزاء، عايزين يطلعوا محمود وحيد عشان يعمل الكروس العرضي. فعلا محمود يعمل عرضيه لنا بوكو خطيره، مش ممكن الراجل يطلع وسط المدافعين ويطول الكره ويلمسها، وفي 3 فانيلات احمر داخل 18 اكرامي. انما بص ان انا اهوت وادي بدماغه عاوز يحطها في الارض كده في غياب لعلي معلول او حد من الاثنين المساكين. طلع الجيش هو ختام الاسبوع، تتلعب الكره من عبد الله السعيد عاوز يسند ندفت انما يختل توازنه. انما عبد الله السعيد الشوط الثاني بمعلمه بيعرف يوصل زمايله كويس قوي. شفنا مرتين يحط الكره عند مروان داخل ال 18 في اماكن مهمه في مواجهه احمد مسعود، والمره دي الكريم ندفت. انما الاستقبال كان مهم جدا. اول مهمه الاسبوع اللي جاي عنده الانتاج، تتلعب الكره في الجبهه اليمين عند حسين الشحات لاحمد الشيخ، خطيره داخل المنطقه. حسين ابراهيم نور الدين هيدي فاول وهيديله انذار، هيديله فاول وانذار. شكله وهو رايح بيقول كده، شكله انذار، وعنده انذار قبل كده يبقى كارت احمر. كارت احمر لحسين الشحات، عنده انذار قبل كده وكارت احمر واشتباك بين حسين الشحات وابراهيم نور الدين، مفيش اي داعي. بص حسين الشحات الراجل دخل وسندوتش خفيف كده، احمد فتحي مع ادي اللعبه وعلي معلول واحمد فتحي، وادي السندوتش وادي ابراهيم نور الدين والانذار. ادي اللعبه كان ليهم لعبه المقصه في الشوط الاول، كره عبد الله السعيد والراجل بذكاء دخل حسين الشحات وقريب ابراهيم نور الدين يديله الانذار الثاني وكارت احمر عشان يكمل المقصه ب10 لعيبه خارج. ممكن عبد الله يحضر نهايه المباراه. العرضيه انما سهله لاحمد مسعود، اتعملت العرضيه من الجبهه اليمين. علي معلول كل مباراه ليها ظروفها، حلوه يخلصها عبد الله السعيد. عبد الله كريم اجاييه يا ولد يا لعيب على الكعب. ايه يا ابني الكعب ده؟ مش ممكن. لو وصلت لعبد الله السعيد حلوه الجمله، حلوه الحكايه، فوقتنا مع اخر اللقاء هجمه اهلاويه. انما اجاييه شايف كويس قوي عبد الله السعيد. بص من الاول كريم ندفد ويا ولد يا جونيور يا اجاييه، حلوه يا ولد، انما تدخل اكتر من رأي. يحطها تاني العاشور، 3 نقلات كويسين. كريم ندفد في المكان الفاضي، مفيش رايه. عبد الله السعيد، عبد الله خطير
الى معلول. اجاييه مش ممكن بقى، ده اسمه كلام؟ اجاييه منك يا راجل، مش ممكن. اللي فاتت دي الدقيقه الثالثه ما كانش فيه تسلل، والاهلي النهارده رفض كل الهدايا التهديفيه من الاخطاء الدفاعيه للعيبه المقصه في التمركز الدفاعي على خط واحد، التسلل اللي ما قدروش يتعاملوا معاه باهداف رغم ان هم جالهم الفرصه مرتين ثلاثه، مره لمروان وادي علي معلول الى اجاييه بيحطها بجوار القايم لخارج الملعب. بص علي معلول جونيور اجاييه في موقف سليم، انما قدراته العاليه في ترجمه اللعب للامام مع زمايله. ادي احمد الشيخ لسه موجود، خطير خطير خطير، ضربه جزاء، ركله جزاء للمقصه. مش ممكن، حيرتينا يا كوره. المقصه يستحق الوجود في مباراه اليوم. احمد الشيخ بقول لحضراتكم شيخ المقصه شكل تاني، شيخ المقصه اداء تاني. ركله جزاء احمد الشيخ مع الدقيقه كام؟ بدايه الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدل الضائع. ادي حسام عاشور وادي احمد الشيخ، وادي الحكايه من اولها ب10 لعيبه مع نهايه المباراه. المقصه يحضر بركله جزاء بعد تدخل من فتحي وتهور دفاعي على صاحب المهاره احمد الشيخ. ركله جزاء لصالح النادي الفيومي اللي اجاد النهارده بكل امانه. قلنا كتير ايهاب جلال لعب جيم تكتيكي كبير امام النادي الاهلي. ادي اللعبه، والنادي الاهلي ضيع في الشوط الثاني. هو كده اللي يضيع يستحمل. طالما ضيعت جوان، رفضت المناسبات التهديفيه والهجوميه، استحمل ركله جزاء مع الدقيقه الاخيره من احداث المباراه. احمد الشيخ في مواجهه اكرامي، هنشوف هيعمل ايه في موقف صعب جدا وفرقته متاخره بجون. ايهاب جلال مش عايز يبص الراجل للعبه. ايهاب جلال فارس الدوري على المستوى التدريبي. احمد الشيخ اكرامي، الشيخ واكرامي، اكرامي ضيع احمد الشيخ ولاعيبه النادي الاهلي على الوحش اكرامي اللي خلف ما ماتش يا اكرامي ويشيل الكوره. شيخ المقصه يضيع امام فرقته اللي قعرته لينا دي الفيومي. لعيبه النادي الاهلي كلهم على اكرامي في وقت صعب جدا. قلت موقف صعب جدا. مباراة اثارتها كانت مع النهاية بركله جزاء سليمة 100%. اكرامي يطلع وعلى طول لعيبة النادي الاهلي 1-0 متقدمين.